فانت عشان الفيلم معقد وكده قلت ده فيلم جامد. ياه، الواحد من زمان ما شافش افلام بالعظمه دي. ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن فيلم كريستوفر نولان الجديد اوبنهايمر. خليني احذرك في الاول انك لو ما كنتش شفت الفيلم فالحلقه دي فيها حرق. الفيلم بيحكي عن قصه حياه العالم اللي اكتشف القنبله الذريه اوبنهايمر وملابسات اكتشافه ليها وانتهاء رحلته في الاكتشاف دي باتهامه بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتي. خليني كمان اقول لك على كام نقطه كده هتساعدك انك تتفرج على الفيلم بتركيز لو ما كنتش شفت الفيلم او لو عايز تشوف الفيلم مره تانية. وبما ان الفيلم تقيل فالحلقه كمان تقيله. كوبايه الشاي او القهوه بتاعتك وتعالى نبتدي. بس قبل ما نبتدي لو اول مره بتشوفني اعمل اشتراك في القناه. بيبدا الفيلم بمشهد افتتاحي لجنه التحقيق قاعده واول كلمه بيقولوها We are not judge، احنا مش قضاه. وكأن المخرج عايز يقول لنا ان الفيلم ده مش محاكمه لاوبنهايمر على قد ما هو عرض وسرد للتاريخ. الكلمه دي اتقالت في اكتر من موقف في الفيلم. الفيلم بيبدا بمحاكمتين. المحاكمه الاولى هي محاكمه اوبنهايمر ودي كانت بتتم بشكل مغلق بناء على توصيات من لوش ستراوس علشان يقدروا يلفقوا تهم لاوبنهايمر براحتهم. المحاكمه الثانيه هي محاكمه لوش ستراوس نفسه او روبرت داوني جونيور، ودي كانت بتتم بشكل علني، كل الناس شايفاها وعارفه ايه اللي بيحصل فيها. كل واحد فيهم بيحكي الحكايه بس من وجهه نظره هو، والمخرج بيقطع ما بين المحاكمتين دول، فبالتالي انت ساعات بتشوف روبرت داوني جونيور بيحكي وساعات تانية بتشوف كيليان ميرفي هو اللي بيحكي. وعشان ما تتلخبطش، حكايه كيليان ميرفي هي اللي بتتم بالالوان وحكايه روبرت داوني جونيور كلها بتتم بالابيض واسود. وهقول لك بعد شويه ليه المخرج اختار الالوان لكيليان ميرفي او اوبنهايمر وليه اختار لويس شتراوس بالابيض واسود. المخرج طول الفيلم كان بيقطع ما بين المحاكمتين، وده اللي يمكن يكون شويه لخبط الناس اللي اتفرجت على الفيلم. زي ما قلت في الاول ان الحكايات في الفيلم ده اتحكت من وجهه نظر شخصين، الاولاني اوبنهايمر والتاني لويس شتراوس. وعشان كده في الفيلم هنا هتلاقي اكتر من مشهد اتكرر مرتين، مره بالالوان لما حكاها اوبنهايمر ومره تانية بالابيض واسود لما حكاها لويس شتراوس. المشهد الاولاني هو مشهد المائده المستديره لما لويس شتراوس راح للعلماء واللي اتكلموا فيه عن مدى الخراب اللي هيحصل للمدن لما هتترمي القنبله. في حكايه روبرت داوني جونيور عن المائده المستديره كنا دايما شايفين بوكيه ورد في النص، والبوكيه ده عمره ما اتحرك، كان دايما حاجب الرؤيه او حاجب جزء من الرؤيه من كل واحد كان بيتكلم. ولما الحكايه اتحكت عن طريق اوبنهايمر لقينا المشهد بيبتدي بواحد بيمسك بوكيه الورد ده وبيحركه بعيد عن الترابيزه، وبالتالي بقت الرؤيه واضحه من الجميع وكل واحد بقى شايف التاني وسامع هو بيحكي ايه. والمشهد التاني هو مشهد ألبرت اينشتاين لما اتقابل مع اوبنهايمر. لما لوش ستراوس حكى احنا شفنا برنيطه بتقع واوبنهايمر بيوطي يجيبها وبيديها لاينشتاين، وفي الوقت ده لوش ستراوس كان متخيل ان اوبنهايمر بيقلب اينشتاين عليه وان هو بيسوق العلاقه اللي ما بينه وما بين لوش ستراوس. لكن في الاخر لما اوبنهايمر حكى الحكايه شفنا ان الحوار اللي كان ما بينه وما بين اينشتاين كله له علاقه بالنسبيه وعن اكتشاف القنبله، وما كانش لوش ستراوس له اي علاقه بالموضوع. والمخرج هنا عايز يقول لنا للمره المليون ان حكايه اوبنهايمر اصدق او اوضح او على الاقل هو كمخرج مصدقها اكتر من حكايات لوش ستراوس اللي كانت كلها اكاذيب. عشان كده المخرج استخدم الالوان في عرض حكايه اوبنهايمر، لانه الالوان بتوضح كل حاجه، بتوضح الابيض والاسود والاحمر والازرق وكل الالوان بتبقى واضحه في الصوره. في حكايات روبرت داوني جونيور المخرج استخدم الابيض واسود علشان يخلي الموضوع رمادي، ما يبقاش باين فين الحقيقه وفين الكذب. وكأن المخرج عايز يقول ان روبرت داوني جونيور كان بيحكي انصاف حقائق ومجموعه كبيره جدا من الاكاذيب كانت كلها بتستخدم علشان مصلحته هو الشخصيه وبس، وعلشان يرد القلم لاوبنهايمر اللي اذله واهانه في اكتر من موقف. الفيلم كمان كان فيه مشاهد كتير جدا مؤثره وهنقف عندها دلوقتي ونتكلم عنها بالتفصيل. بص هنا على نظره خيبه الامل اللي موجوده على وش مساعد لويس شتراوس لما عرف ان هو بيتآمر وعايز يدمر اوبنهايمر بشكل مش قانوني وبشكل مش اخلاقي، وان كل اللي هيقوله مجرد ادعاءات واكاذيب مش اكتر من كده. وكل ده لانه عمره ما قدر ينسى اذلال واهانه اوبنهايمر ليه ساعه لما عرض مشروع القنبله على وكاله الطاقه الذريه، واصبح كل شغله الشاغل ان هو يطير اوبنهايمر من مكان. في كمان مشهد مهم جدا وهو مشهد اكتشاف اوبنهايمر ان عشيقته انتحرت، وكان قاعد ساعتها بيبكي. في المشهد ده مراته كانت واخداه في حضنها وبتحاول تواسيه، وفي الاخر قالت له كلمه واحده بس معناها ما تمثلش. كمان مشاهد بيني سافدي او ادوارد العالم اللي كان عايز يعمل القنبله الهيدروجينيه وتقابل دايما بالرفض من اوبنهايمر علشان كانت الاولويه دايما للقنبله الذريه، وازاي انه بسبب الكونفليكت اللي كان موجود ما بينه وبين اوبنهايمر
لوش ستراوس استخدمه في الاخر علشان يشهد ضد اوبنهايمر في المحاكمه. رحله تعيين العلماء المشاركين في المشروع ووجهه نظر كل واحد فيهم، وزي ما في علماء كتير وافقوا على الاشتراك في المشروع، علماء كتير برضو اعتذروا عشان الوزع الاخلاقي اللي عندهم. والمخرج هنا استخدم التقطيع والمونتاج السريع علشان يوريك التضاد ما بين وجهات النظر في العلماء المختلفين اللي اشتركوا واللي ما اشتركوش في المشروع. كان في مشهد كمان رائع المخرج قعد فيه اوبنهايمر عريان قدام لجنه التحقيق. المشهد ده لما اوبنهايمر كان بيحكي عن علاقاته الغراميه مع جين عشيقته، المخرج قعده عريان قدام لجنه التحقيق وكأن ما بقاش عنده اي حاجه خلاص يخبيها، وكل حاجه كانت في حياته حتى السري منها اتفضح واتكشف قدام الجميع. في الجلسه دي كيتي مراته كانت قاعده وسمعت تفاصيل العلاقه الغراميه دي، والمخرج هنا ورانا علاقه غراميه كامله بتتم ما بين اوبنهايمر وما بين جين عشيقته في مكتب التحقيقات، وكأن كيتي مراته كانت شايفه بالظبط ايه اللي بيحصل ما بينه وما بين عشيقته في الاوض المغلقه، لدرجه ان جين او فلورنس بيوج كانت بتبص لكيتي في عينيها وهي بتمارس الجنس مع جوزها في علاقه جنسيه كامله. ورغم ان دي حاجه ممكن تكسر اي ست لما تعرف تفاصيل علاقه غراميه ما بين جوزها وما بين واحده تانية، الا ان كيتي فضلت متماسكه لحد اخر لحظه. كل اللي حصل بس ان شنطتها وقعت منها، ولما وقفت قالت لجوزها حاجه واحده بس: انت لازم تخرجنا من الموضوع ده. الفيلم كمان ركز على علاقه الصداقه ما بينه وبين العالم روب اللي احنا شايفينه في الصوره، وقدم المخرج مشهدين قمه في الانسانيه. في مشهد التعارف بينهم وبين بعض في القطر وهم راجعين من امستردام، روب بيقدم لاوبنهايمر اكل وبيقول له: كل، انت بقيت رفيع قوي وشكلك عيان. وفي المشاهد الاخيره لما بتحصل التحقيقات وبيطلب شهادته، بيقدم له اكل وهم في الاستراحه ما بين التحقيقات وبيقول له برضه كل، وكأن صديقه ده هو اللي بيساعده للبقاء على قيد الحياه عن طريق الاكل اللي هو بيديهوله. وفي مشهد تاني انساني جدا ما بينه وبين صديقه روب ده برضه، لما بيطلب منه الانضمام للمشروع بتاعهم اللي هم بيعملوه، اوبنهايمر كان لابس اللبس العسكري، وساعتها روب بيكلمه هو الدموع في عينيه وبيقول له: تيك اوف ذا ريديكولوس يونيفورم يور ساينتست. وبعدها على طول اوبنهايمر بيقلع اللبس العسكري وبيرجع للبس المدني تاني، وده بيورينا قد كده قوه تاثير روبرت او صديقه عليه. المخرج بس ما اكتفاش بلغه الحوار اللي مكتوب، لكن استخدم اكتر من حاجه علشان يوصل المعنى اللي يقصده من المشهد ده. في مشهد مقابله الرئيس الامريكي لاوبنهايمر بعد ما رموا القنبله على هيروشيما وناجازاكي، الرئيس الامريكي بيطلع من جيبه منديل ابيض وبيقول له: فوق يا اخينا، انا اللي امرت برمي القنبله مش انت، وانت محدش هيفتكر اسمك ولا حد هيجيب سيرتك في التاريخ. وهنا بنشوف الفرق ما بين لغه الجسد في اول المقابله وبين لغه الجسد في اخر المقابله، وازاي الرئيس الامريكي بقى قاعد في المشهد مالي الكرسي وكانه وحش كبير مسيطر على الكون، وبيرفض اقتراحه بان هم يقفلوا لوس الاموس وان هم يرجعوا الارض تاني للهنود. نيجي للتمثيل في الفيلم. كيليان ميرفي عامل شخصيه اوبنهايمر شخصيه مليئه بالتقلبات، انسان جبان بيخاف يشيل مسؤوليه افعاله، راجل ذكي جدا بيعرف يتكلم كويس قوي، وفي نفس الوقت هو وزير نساء له علاقات خارج الزواج. كيليان ميرفي قدر يوصل لك كل الانفعالات دي لدرجه ان في اوقات كتير كنت بتحس ان هو ده اوبنهايمر فعلا، مش ممثل بيعمل الدور وبس. إيميلي بلانت لو مش هتاخد اوسكار على دورها في الفيلم، تاخد اوسكار بس على مشهد المحاكمه. بصوا مشاهدها في التحقيق، من الضعف للانتصار للقوه للسخريه للانتصار. بكل اريحيه اقدر اقول ان ده دور العمر لإيميلي بلانت. كل الممثلين اللي اشتغلوا في الفيلم ده يعتبروا ابطال، كل واحد ادى دوره ببراعه، حتى الممثلين اللي ما خدش ادوارهم ثواني على الشاشه. كمان روبرت داوني جونيور يا جماعه، الراجل ده له كام مشهد في الفيلم، بالذات مشاهد الانكسار لما اوبنهايمر عمل منه اضحوكه في اجتماع هيئه الطاقه الذريه، ومشاهده مع المساعد بتاعه لما بيحكي له بكل مراره ازاي بدا حياته كبائع احذيه وشكله هينهي حياته كمان كبائع احذيه. اللولي شو سيلزمان زي ما قال. من العناصر المهمه قوي في الفيلم ده واللي ما ينفعش ما نتكلمش عنه عنصر المكياج. المكياج يا جماعه كان بطل في الفيلم ده. اتفرج معايا على شكل كيليان ميرفي في المراحل العمريه المختلفه وتاثيرات الزمن على وشه. الحقيقه المكياج قايم بدور جبار في الفيلم ده. كريستوفر نولان من المخرجين اللي بيهتموا جدا بالموسيقى التصويريه للفيلم، وفي الفيلم هنا كان كل مشهد في الفيلم كان له الموسيقى التصويريه الخاصه بيه. شريط الموسيقى كان شغال تقريبا طول الفيلم، ما كانش فيه مشهد في الفيلم تقريبا ما فيهوش موسيقى تصويريه مناسبه ليه. الموسيقى التصويريه لودوين جرانسون، يا ريت اكون بقول اسمه صح. الموسيقى التصويريه ساعدت بشكل كبير جدا انها توصل المعنى المقصود من المشهد. بص كمان على الاستخدام الذكي للموسيقى التصويريه. في مشهد المحاضره اللي اداها اوبنهايمر اول مره وما حضرهاش غير طالب واحد، بدأ بعد كده الناس تعرفه وتجيله طلاب اكتر. وفي المشهد ده احنا بنشوف الموسيقى التصويريه بتعلى تدريجيا بشكل حماسي مع زياده عدد الطلاب وزياده معرفه الطلبه باوبنهايمر. الافلام اللي زي اوبنهايمر الحوار فيها بيبقى مهم جدا، وعشان كده كتاب السيناريو بيهتموا ان الجمل تكون كاتشي او تخطف ودنك، واللاينز اللي موجوده فيها تكون لاينز تعلم معاك او تفضل موجوده معاك لحد ما تخرج من السينما.
والحقيقه انه في الفيلم ده كتاب السيناريو ابدعوا. الفيلم كان مليان بجمل كتير زي كده، زي I'm become the death the destroyer of the world، او اصبحت الموت الذي يدمر العوالم. الجمله دي اتقالت مرتين، مره لما عشيقته فتحت كتاب وقالت له الكتاب ده مكتوب بانه لغه، خد اقرا لي الجمله دي بالظبط. والمره الثانيه لما جربوا القنبله الذريه وشاف تاثيرها المدمر على العالم، وساعتها برضو المخرج استخدم نفس الجمله. الجمله الثانيه اللي استخدموها برضو وهي جمله You can't lift the stone without being ready for the snake that's revealed، او ما تقدرش تزيح الحجر من غير ما تكون مستعد للتعبان اللي تحت. والجمله دي قالها له الدكتور بتاعه اللي حاول يسممه بالتفاحه الخضراء. والمره الثانيه اللي اتقالت فيها كان لما واحد من العلماء كان بيزور مشروع مانهاتن وكان بيحذر اوبنهايمر من مخاطر القنبله الذريه، رد عليه اوبنهايمر بنفس الجمله وزي You an American Prometheus the man who gave them the power to destroy themselves. وبروميثيوس هو اله المعرفه عند الاغريق، والجمله هنا معناها انت الراجل اللي اديت لهم المعرفه ان هم يدمروا نفسهم. او زي الجمله اللي قالتها له مراته Don't got to commit the sin and then you feel sorry for the consequences، اللي هي ما تعتزمش على ارتكاب الشر وبعد كده تندم على العواقب، او بمعنى اصح ما تستهبلش يعني. الحوار الذكي اللي مليان بسخريه اللي ما بين جنرال لسيمو او مات ديمون وما بين اوبنهايمر، وازاي كل واحد فيهم كان بيستعرض مين سلطته اقوى، مين اللي المكان محتاج له اكتر، ومين اللي ما ينفعش يستغنوا عنه. وبفتكر منه جمله كده قالها له لما بيقول له my favorite response Oppenheimer couldn't run hamburger stand. وفي الحوارات اللي ما بينه وبين جنرال لسيمو واختيارهم لارض لوس الاموس، وازاي ان الارض دي كانت تستخدم اصلا كمقبره لموتى الهنود الحمر، وكأن ارض الموت دي هي نفسها اللي اتولد فيها القنبله اللي ممكن تتسبب بعد كده في فناء البشريه كلها. وفي حوار ذكي جدا بين مات ديمون وبين اوبنهايمر بيقول له ان معدل المواليد في المدينه زاد جدا في الفتره الاخيره، وكانهم عايزين يقولوا لنا ان الناس اللي اخترعت القنبله دي وساهمت في نشاتها هم نفسهم الناس اللي بتتكاثر وبتزود البشريه. المخرج كمان ورانا في اكتر من مشهد ان معظم الشخصيات اللي موجوده ما كانش عندهم اي وزع اخلاقي. يعني جين او فلورنس بيوج ما كانش عندها مشكله انه عشيقها يرتبط بواحده تانية ويتجوزها بشكل رسمي وتفضل علاقتهم برضو مستمره في السر. كيتي نفسها مراته ما كانش عندها مشكله انها تتطلق من جوزها وتتجوز اوبنهايمر، وكان عندها مشكله كبيره مع ابنها الطفل الصغير لدرجه ان كل مشهد كان بيطلع فيه الولد معاها كان دايما بيعيط. كمان طليق كيتي ما كانش عنده مشكله انه يطلق مراته عشان تتجوز واحد تاني غيره. كمان اوبنهايمر نفسه ما كانش عنده مشكله انه يسمم الدكتور بتاعه في الجامعه، ما كانش عنده مشكله انه يفضل على علاقه بعشيقته حتى بعد الجواز. وبانت انانيته وحبه لنفسه بس لما قرر ان هو يقطع علاقته بعشيقته لما حس ان علاقتها بالحزب الشيوعي ممكن انها تضر مستقبله. وبصراحه لا المخرج ولا كتاب السيناريو حاولوا ان هم يدافعوا عن اوبنهايمر، بالعكس هم اظهروا كل جوانب الشخصيه سواء اذا كانت جوانب مضيئه او جوانب مظلمه، واظهروا كل الايجابيات والسلبيات بتاعت الشخصيه دي. طب انت تعرف ايه حادثه شيفاليه؟ لا يمكن كنت نايم، كنت في الاستراحة. فاكتر من مناسبه في الفيلم اتكلموا عن حادثه شيفاليه او شيفاليه انسيدنت. والحادثه دي هي اللقاء اللي تم على العشاء ما بين اوبنهايمر وصديقه شيفاليه اللي حكى له فيها عن مدير شركه شيل اللي عنده معلومات عن الطاقه النوويه من معسكر السوفييت. واللي حصل ان اوبنهايمر ما جابش سيره القصه دي في التحقيقات اللي كانت بتحصل معاه، ان لجنه التحقيق استخدمت الجزئيه دي كذريعه ضده في الاتهام ان هو بيخفي حاجات مهمه عن التحقيق ممكن توصل لنتائج مختلفه. لكن الحقيقه ان هو كان بيخفي القصه دي لان شيفاليه صديقه وهو ما كانش عايز يجيب سيره صديقه في التحقيق علشان ما يأذيهوش، وده اللي اتقال في اكتر من موضع في الفيلم. نتكلم شويه بقى عن المايسترو بتاع الفيلم او كريستوفر نولان. الافلام اللي بتتكلم عن السير الذاتيه عاده بتيجي في شكل سرد او حكي للقصه دي، وعشان السرد او الحكي ممكن يبقى ممل جدا للمشاهد، عاده المخرج بيستغل فكره المونتاج وانه يقطع ما بين راي شخصيتين في نفس الحدث. سرد الاحداث التاريخيه من اشخاص معينين عايشوا الاحداث دي بيخليك تسمع الاحداث دي بشكل مختلف من كل شخص عايشها، وده بالظبط اللي لعب عليه كريستوفر نولان في الفيلم بتاعه. في الفيلم هنا هو بيورينا نفس الحكايه مره من وجهه نظر كيليان ميرفي ومره من وجهه نظر روبرت داوني جونيور، وبيحط المشهدين قدامك وبيسيبك انت تحكم مين فيهم اللي قال الصح ومين اللي قال الغلط. وساعات ما بيكونش لا صح ولا غلط، لكن بيكون انا شايف ايه وانت شايف ايه، او اختلاف وجهات نظر في نفس الحدث اللي بيحصل. الطريقه دي في الحكي السينمائي اتقدمت في اكتر من فيلم في السينما الامريكيه، زي فيلم LA Confidential وJFK،
على فكره افلام حلوه قوي، للي فيكم بيحب النوعيه دي من الافلام هيستمتع وهو بيتفرج عليها. كمان نفس الفكره دي، وهي فكره حكي نفس الحدث من وجهه نظر اكتر من شخصيه، اتقدمت في مسلسل مصري اسمه افراح القبه. المسلسل ده برضو من المسلسلات القويه جدا للي فيكم يحب النوعيه دي من المسلسلات. استخدامه للصوره السينمائيه عشان تعضد الحوار وتبرزه. يعني مثلا صوره بيكاسو دي بتديك اكتر من معنى، بتساهم في فكره الانشطار النووي اللي بيتكلم عنها الفيلم، وكمان الانسان الواحد له اكتر من وش بيشوفه الناس ووش تاني داخل الغرف المغلقه. الاواني الزجاجيه اللي استخدمها اوبنهايمر عشان يشرح عليها القنبله الذريه، استخدمها المخرج بشكل ذكي جدا كانها ساعه رمليه. كل ما بتقرب الاواني دي من الامتلاء كل ما بيقرب وقت تجربه القنبله الذريه، وفعلا اول ما اتملت على اخرها جربوا القنبله على طول. استخدم المخرج في معظم المشاهد الضيقه او الكلوزات عشان يبين تاثير الاحداث على وشوش ومشاعر الابطال بتوعه. تفاصيل كتير كمان كانت محطوطه لكل شخصيه في الفيلم، زي تفصيله ان فلورنس بيوج او جين عشيقته ما كانتش بتحب الورد، وكل مره كان بيجيب لها فيه ورد كانت بترميه في الزباله. ورغم ان مفيش واحده ست ما بتحبش الورد، لكن المخرج حب يوريك قد كده كانت هي ست عمليه. ماستر سين الفيلم هو مشهد تجربه القنبله. المخرج في تنفيذه للمشهد ده استخدم الفيزيكال رياكشن زي ما الكتاب بيقول. القانون بيقول ان الضوء اسرع من الصوت، علشان كده احنا دايما بنشوف البرق قبل ما نسمع الرعد. والمخرج ورانا في انفجار القنبله الضوء الكبير اللي هي سببته، في خلال الوقت ده هو قطع الصوت تماما عن الفيلم. بعد كده استخدم صوت الانفاس وبدات الموسيقى التصويريه تدخل بشكل تصاعدي. وده ليه؟ عشان الضوء اسرع من الصوت. في المشاهد الاخيره في التحقيقات كانت دايما صوت المزيكا اعلى من اصوات الممثلين نفسهم. بيتهيألي ان المخرج كان قاصد ان المزيكا تبقى اعلى من اصوات الممثلين في المشاهد دي، علشان يقول ان كان في لغط كبير كان حاصل في خلال الفتره دي، وان الدوشه دي ما خلتناش نسمع بوضوح ايه بالظبط اللي كان حاصل في الغرف المغلقه، وايه بالظبط اللي حصل في محاكمه اوبنهايمر ومحاكمه لوش ستراوس. في الافلام اللي شبه اوبنهايمر اللي بيكون فيها شخصيات كتير واحداث كتير، المخرجين دايما بيستخدموا نجوم معروفين حتى لو في ادوار صغيره، والسبب في كده علشان هو عايز المشاهد يبقى دايما فاكر الشخصيه دي. وده بالظبط اللي حصل لما المخرج استخدم رامي مالك. احنا شفنا رامي مالك في مشاهد قصيره يمكن ما اتكلمش حتى فيها مع اوبنهايمر، وازاي ان هو كان بيعامله بطريقه قاسيه جدا وطريقه فيها هيميليشن. وفي المحاكمه النهائيه لما استدعوا رامي مالك للشهاده، كان طبيعي ان احنا كمشاهدين نفهم ان رامي مالك هيشهد ضد اوبنهايمر، لانه طول الفيلم كان بيعامله بطريقه سيئه. لكن اللي حصل هنا تويست خلف كل التوقعات، وبدل ما رامي مالك كان يشهد ضد اوبنهايمر، بالعكس هو شهد ضد لوس شتراوس، وقال ان هو كان راجل ما عندوش اخلاقيات، وراجل كان عنده عداء مباشر مع العلماء. وهنا بيبان لك قد ايه ذكاء كريستوفر نولان انه يحط الممثل المظبوط في الدور المناسب. وطبعا الفضل ده بيرجع لمخرج قادر ان هو يدير كل الشخصيات دي وكل المشاهد دي، ويحافظ على ايقاع الفيلم ويحافظ على اداء الممثلين اللي موجودين فيه. الفيلم تقييمه على IDMB 8.7. انتوا عارفين يعني ايه 8.7؟ يعني الفيلم رائع في كل حاجه، والفيلم رائع في كل حاجه بصراحه. تأليف، تمثيل، اخراج، سيناريو وحوار، مكياج، موسيقى تصويريه، كل حاجه في الفيلم كانت بيرفكت. بس ده برضو مش معناه ان الفيلم يعجب كل الناس. ناس كتير جدا ما بتحبش المشاهد الحواريه وما بتحبش اللخبطه في الافلام، عايزه تشوف فيلم ستريت فورورد، ما تقعدش توديني وتجيبني وتسفرني وترجعني تاني، خلينا في حته واحده يا معلم. ولا ده غلط ولا ده غلط. انت ممكن يعجبك الفيلم وتخرج منه حاسس انك شفت اعظم فيلم في البشريه، وواحد تاني هيخرج من الفيلم يقول لك لا انا عايز فلوسي، لان انا بصراحه ما فهمتش ولا حاجه من الفيلم ده. بس خلينا نتفق على حاجه واحده، ان كريستوفر نولان من المخرجين اللي زي ما بيبقى عايزك تتسلى، عايز مخك طول الفيلم شغال، وعايزك تخرج من الفيلم وانت داخل جوه حاله الفيلم، وانت عندك شغف انك تتكلم عليه، وانت عندك شغف انك تناقش حاجات ما فهمتهاش فيه. هو ده الفن، انه يتشاف بعيون مختلفه ووجهات نظر مختلفه، وكل واحد يطلع رأيه مختلف عن التاني فيه. لو لسه ما شفتش الفيلم، عندي ليك كام نصيحة كده. اولا، ما تتفرجش على الفيلم لو مالكش في الحوارات، لان الفيلم كله حوارات. ثانيا، اتفرج على حلقة الدحيح اللي بتتكلم عن اوبنهايمر، هتساعدك تفهم حاجات كتير قوي هتشوفها في الفيلم، زي التفاحة اللي حاول اوبنهايمر يسمم بيها استاذه، زي انه اتعلم الهولندي في 6 اسابيع، وزي انه كان زير نساء، وزي انه حاولوا يلفقوا له تهمة التجسس كمكافأة ليه عن اختراع القنبلة الذرية. بس انا كده خلصت. لو عجبتك الحلقة لايك وشير، وانزل خد لك لفة في الفيديوهات. لو عجبتك انت عارف هتعمل ايه.